في مدينة تنفست شغف الكرة وبين أعين لا تنام في حب الوطن، دخل أبناء طارق سكيتيوي أرضية الملعب لا كباحثين عن الانتصار بل كمن يريد أن يكتب السطر الأول من رواية البطولة. الخصم أنغولا، الرهان كرامة البدايات وصوت الجماهير، والنتيجة ملحمة مغربية صامتة تحدثت بأقدام الرجال. الدقيقة 29 الكرة عند عماد رياحي ومن دون ارتباك يرسلها إلى الشباك، هدف أول يعلن ولادة الهبة. ثم الصمت يشتعل من جديد ومروان الوادمي يتقدم من الخلف يزرع الهدف الثاني في قلب الخصم ويكتب في عيون الأنغوليين هذه ليست بداية سهلة، إنها بداية الأسود. جمهور مغربي قلبه في المدرجات وعينه على الشاشة عاش لحظة الفخر بكل تفاصيلها. وسط هذا الانفجار الفني تبرز لمسة سكيتيوي، انسجام، صرامة ورغبة لا تقهر. إذا كنت من عشاق المنتخبات الوطنية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأن القادم يحمل الكثير من النار والكبرياء. لكن وسط هذه اللوحة الملحمية ولد نجم الليلة محمد ربيع حريمات، رجل المباراة بلا نقاش، قائد الهدوء وحامل الأمان وسط العاصفة. كل تمريرة منه كانت قرارا وكل تدخل صرخة مدروسة. المنتخب المغربي المحلي يقول لها من الآن لن نشارك في الشان بل شئنا لنأخذه. فمن ترى سيحافظ على موقعه الأساسي في المباريات القادمة ومن سيتحول من ورقة إلى ركيزة؟ شاركنا رأيك لأن حكاية الشان بدأت بصوت عالي ولا مكان فيها للمتمردين.